السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في جديد ومفاجأة الحلقة 141 من مسلسل عثمان. في البداية اذكروا الله تعالى وصلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأبسط شيء تدعمون به عزيزي المشاهد هو الإعجاب بالفيديو، فلا تبخل علينا بذلك. وأخيرا يا أعزاء، سنشاهد بأن محمد بن يعقوب يسقط في قبضة القائد كاراجاليسون، والأكيد أن سقوط محمد بن يعقوب كان باتحاد واتفاق بين الأستاذ غيرا وكذلك بين القائد المغولي كاراجاليسون، حيث شاهدنا القائد يقول: سأمير السيد يعقوب ضيفكم اليوم، وشاهدنا بأنه يدخل في حرب طاحنة مع القائد كاراجاليسون، ولكن المؤكد بأن القائد المغولي سيتغلب على محمد ويمسك به. ولكن في الأصل فإن الفخ مدروس ومخطط له من الأستاذ أيهان آغا أو الأستاذ غيرا، الذي ذهب إلى السيد يعقوب وتحايل عليه وتلاعب بمشاعره وبين له بأن كميات من الذهب أفضل بكثير من خائن محبوس في خيمة القفص والأكيد فاسيلس. لذلك سيحاول التاجر أيهان آغا إقناع السيد يعقوب بأن يسلم فاسيلس للبيزنطيين ويحصل على الكمية الكبيرة والضخمة من الذهب التي ستمكنه وتفتح له أبواب كبيرة وتعيد الرواج التجاري للسوق الحدودي الذي قال عليه سابقا التاجر أيهان آغا بأنه بدأ يتراجع النمو الاقتصادي والازدهار والرواج فيه. إذن هذه خطة مدروسة من التاجر أيهان آغا، وبالفعل سيقتنع السيد يعقوب، سيرى بأن لا فائدة من قتل فاسيلس أو الخائن فيصل، وإنما الأهم هو الأخذ كميات مهمة من الذهب. لذلك سيقول السيد يعقوب: سنسلم فيصل للصليبيين ونأخذ الذهب بالمقابل. لكن السيد يعقوب لم يكن على علم بأن ابنه محمد سيكون سبب هذا الاتفاق وأنه سيسقط في يد القائد كاراجاليسون. ذلك شاهدنا فيصل أو فاسيلس إلى جانب تاجر أيهان آغا، وكذلك محمد آنذاك سيخرج لهم كاراجاليسون بجنوده ويحاصرون المكان، والأكيد نعلم اندفاع محمد سيندفع لمواجهة القائد المغولي، ولكن كاراجاليسون سيتمكن من الإمساك به، لكن الأكيد لن يؤذيه ولن يقتله، لأن الآن شاهدنا تغير في طريقة كلام كاراجاليسون عن السيد يعقوب، ويعلم بأنه يدفعه كباره وطماع إلى غير ذلك، وأصبح يشكل مشكلا بالنسبة لكاراجاليسون. الإشكال هو السيد عثمان، لذلك سيحاول القائد كاراجاليسون أن يلعب لعبة عن السيد يعقوب من جديد ويدفعه لمحاربة السيد عثمان من خلال ابنه محمد، حيث سيقول بأنه إطلاق سراح ابنه محمد لا بد له أن يحضر شيئا من عند السيد عثمان، أو أنه لا علاقة له بالسيد يعقوب إلى غير ذلك. الأساس أن إمساك محمد سيكون فقط من أجل زرع الفتنة وجعل السيد يعقوب يدخل أيضا في حرب مرة أخرى ضد السيد عثمان. شاهدنا بأن الحلقة انتهت على انتظار الأسياد لأن يأتي محارب السيد عثمان بأفراد من قبيلة أو من جماعة السانجاك سيزلار لإجبارهم على الاعتراف من الذي أرسلهم لمحاصرة السادة وزرع الرعب في قلوبهم، هل السيد يعقوب أم السيد عثمان؟ لذلك كانوا ينتظرون جميعا، ولكن قال السيد عثمان: إلى أن يظهر أي واحد منا هو الخائن سنتناول الطعام للمرة الأخيرة، وكأنه ليس بيننا خائن، الله وحده يعلم ما يحدث بعد الطعام. لكن هنا مجموعة من الاحتمالات أعزائي المشاهدين. فالاحتمال الأول والأقوى أن بوران والمحاربين الذين ذهبوا لإحضار أفراد سانجاك سيزلار لن يفلحوا في ذلك ولن يأتوا بهم إلى الأسياد، وبالتالي يبقى كشف من الذي أرسلهم، هل السيد عثمان أم السيد يعقوب، يبقى غير معروف. لأنه إذا جاء أحد أفراد سانجاك سيزلار واعترف بأن يعقوب هو من أرسلهم، بمعنى أن موقف الأسياد من السيد يعقوب سوف يتغير، وأن السيد يعقوب سيصبح معزولا وحيدا ولن يذهب خلفه أي سيد، وهذا من الغير متوقع أن يحدث الآن.
لابد أن تبقى هيبة السيد عثمان ويبقى في جانبه بعض الأسياد. لذلك كما ذكرنا احتمال كبير لن يأتي أي فرد من أفراد السانجاك سيزلار. الاحتمال الآخر كذلك هو أن ينجح بوران أكيل والمحاربين في جلب بعض أفراد جماعة السانجاك سيزلار إلى ينشهير وإجبارهم على الاعتراف، ولكن أفراد سانجاك سيزلار لن يعترفوا بأن السيد يعقوب هو من أرسلهم، وإنما سيلصقون التهمة بأحد الأسياء بالسيد عثمان أو بالبيزنطيين أو عدو آخر. الأساس أنهم لن يقولوا السيد يعقوب. أننا كما ذكرنا لا يمكن الآن فضح وكشف خيانة السيد عثمان للأسياد، وإلا كما ذكرنا سينتهي الآن ويصبح معزولا، وهذا غير وارد في المسلسل في هذه الحلقات، وإنما سيؤجل إلى حلقات قادمة. شاهدنا شخصية جيدة، شخصية قوية تنضم للمسلسل أكيد، ابن السيد جندار، حيث شاهدناه يقول: أبي السيد جندار كان يسعى خلف الشهادة دائما، وأنا سأكون خلف السيد عثمان. وشاهدنا صدمة السيد يعقوب عندما قال هذا الكلام، وهذا الممثل سبق له أن مثل أيضا في مسلسل ألب أرسلان، هو من الشخصيات القوية ويتقن دوره، بالتالي سيعتبر كإضافة نوعية للمسلسل. ومن محاربي السيد عثمان سيصبح في الحلقات القادمة. أولغين تفضح غونجا. شاهدنا بأن أولغين هذه المرة تقابل غونجا وجها لوجه وتقول لها: لقد اقتربت من السيد علاء الدين لأن أمك طلبت ذلك، وأنت التي أخبرتها بأن السيد عثمان ذاهب إلى كاراجاليسون. أكيد هذا الكلام صحيح، ولكن غونجا سنرى بأنها نادمة أشد الندم على ما فعلته، ولكن سيمثل لها كلام أولغين صدمة أخرى، ومن الممكن أن يؤثر إذا أخبرت السيدة بالا بذلك، والسيدة بالا ستتخذ موقفا حازما من غونجا، ولكن علاء الدين سيتفهم الأمر. ولكن بما أن أولغين قد واجهت غونجا فنعلم جيدا بأن جيريكو تاي ليس خائنا أبدا، حيث أنه ظهر في الحلقة الماضية بأنه يحاول أن يعلم ويحاول أن ينصت وكأنه جاسوس، ولكنه لن يخبر السيد يعقوب بأي شيء إلا إذا كان على اتفاق مع السيد عثمان وأخبره بما يريده السيد يعقوب. الريتينج ونسبة المشاهدة وصلت إلى 8.36 بالرغم من أنها انخفضت نسبيا مقارنة بالحلقة الماضية، إلا أنها بقيت في هذه النسب، ودائما نسبة المشاهدات تتراوح في حدود 8 ولم تتجاوز 10 في هذا الموسم. مزيد المفاجآت نخبركم به في الفيديو الجديد، انتظروه على قناتنا، لكن فضلا وليس أمرا لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والتعليق أسفله. شكرا لكم.